آه. آه. خدت يا روح الروح. مبروك، ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. أنا كنت في ضميري نعمل فرح يا عبد. فرح؟ أنت كنت عايز الناس تلسن علينا، دول فاكرين إن إحنا متجوزين. أنا مش فاهمة أنتوا عاملين دايما حساب للناس ليه؟ يعني هو اللي الناس بيعملوه صح؟ ما هم بيعملوا يا أخويا كل حاجة، بس في الدرع. أيوة بس إحنا بقى في النور، في النور. في إيه يا حسب الله؟ إيه اللي أنت عايزنا فيه ولممنا عشان؟ مالك داخلها هجم كده؟ ما تقعدي على حيلك الاول. في إيه يا ري؟ مش عرفني، تلاقيه معربن على حاجه. بتحرب على إيه يا حسب الله؟ الله، ما تصطبري على رزقك. استنى اما الف سجاره عشان اتمخمخ كده وبعدين اتكلم معاكم. امال فين ابو عيال؟ ما جاش معاكي ليه؟ مالكش دعوة بعبد العال، قول اللي أنت عاوزه أنا سامعاك. لا، ابو عيال لا مؤاخذه لازم يبقى موجود وياخد ويدي معايا في الكلام، ولا هو عدم المؤاخذه طرطور؟ ما تلم نفسك يا راجل أنت، ده عطلة اللسان دي. ليموها بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. تعال اقعد اقعد. عوقت ليه؟ على ما سلكت ايدي من الشغل وجيت طوالي، هي العباره. تا لممنا ليه كلنا كده بربطه المعلم حسب الله؟ ولا حاجه. انا امبارح لا مؤاخذه بعد ما الشغل خلص كده قعدت اعصر في نافوخي، قلت يا واد هو احنا ليه المكان اللي بنشتغلوا فيه بنناموا فيه؟ لو انت لممنا كلنا عشان نقول لك ليه؟ هو انت انصبت في نافوخك يا راجل انت؟ ما تقول لنا كلام عدل عشان نفهموه. ده راجل فاضي، والحشيش اللي بيشربه مقطوع له طول الليل والنهار خلاه يخرف. قوم بينا يا عبد العال. استنى، انا لسه ما خلصتش كلام، وكل واحد فيكم يحط لسانه جوه حنكه ويسمع اللي انا بقوله. انا قلت ليه لا مؤاخذه ما نعملش زي الناس الهلالايف، يعني اللي هم لا مؤاخذه بيسكنوا في حته وشغلهم يبقى في حته تانية، يعني يناموا في مكان والشغل يبقى في مكان تاني. ولازمتها ايه الدوخه دي؟ اقول لك لازمتها ايه؟ عشان لو مؤاخذه لو اتخزوقنا كده ولا كده يبقى لنا جيران تانيين عارفين ان احنا ناس محترمين. يعني غرضك نسيبه المطرح ونسكنه بره؟ ما كانش في فكري انك بتفهم يا حمار. انت ليه كده تصور يا جرع؟ بس انا مش موافقه اننا نسيبه المطرح. نضمنه منين ان احنا بعد ما نمشي ويطلع لنا حد ابن حرام يعمل فينا مغرز ويجيب داهيه للكل؟ لا، ما هو احنا مش هنسيبه المطرح ونمشي، احنا بعد ما نشطبه نسوجر، وبعدين الجوز البغال اللي انت انياهم العسكري والشاويش في الدار هيبقى عينيهم مفنجله. كلام حسب الله مخمخ مفوخي. وانا موافق عليه، بس المطرح اللي احنا هنسكنوا فيه يبقى نضيف، مش كده ولا يا سكينه؟ كده يا نني عين سكينه. يا قلبك يا رايه. اني هنعزله تاني بحبلي ده ايه هدة الحيل دي؟ ومين فينا اللي فاضي يدور على مطرح؟ ماني خطر بقى لا مؤاخذه، قلت اكيد الفكيره هتعجبه، قمت من صباحيه ربنا لفيت وغربنت على مطرحين في ريح بعض. لا، بعاد عن بعض.
محمد حودة، ايه فايت وانت رايح زنقة اليهود قلت نشقر؟ لا ده انا جاي لك مخصوص. خصوص يبقى وراك حاجة يا ولد. اركب. نركب؟ هو احنا هنختشي؟ اهو بعد كده تروح لي. اعمل لي سريع يا ولد. يا سلام يا ده محمود، ايوه كده. ولا اتفضل يا محمد. يا سلام يا ولد. أنا مش عارف دخانك ولا بيمزجني عن أي دخان تاني. اشرب وتمزج يا محمد. الله. يلا يا ولد. الحرمة اللي معاك دي بتشتغل ايه؟ لازمته ايه السؤال ده؟ مش لها اخت اسمها ريا؟ ها؟ ايوه. ايوه. انت عارف الحرمتين دول بيشتغلوا ايه؟ ايوه عارف. انا اخوك يا محمد ولازم يبقى قلبي عليك. بلاش الوليه دي. البوليس لو قبض عليا واختها ساعتها هيقبض عليك انت كمان وتروح فطيس. فطيس مين؟ والبوليس هيقبض عليها ليه؟ هي بتعمل حاجه وحشه؟ ليه؟ هي الرجاله اللي بيروحوا عندهم في البيت بيعملوا ايه يعني؟ ايوه. ازاي اللي في بالك؟ اللي بيروح يا هلا محمود بيشرب له كاس، بيشد له نفسين حشيش، مش اكتر من كده. اسمع الكلام وابعد عنها بزياده. ما نقدرش يا محمود، ما نقدرش. يبقى عايز تجيب لنفسك ده يا محمد. بنحبها يا هلا. داني لما بنفكر فيها ولا بنشتغل بيبقى الود ودي اشمع الفتله وفكيك على البيت يا هلا. قول الصدق، انت متجوزه؟ أنا وعبد العال سكننا في بيت نمرة 5 شارع مكورس في ظهر الكراكون لزق، وريا وحسب الله سكنوا في 38 علي بيت كبير ظهر شارع الكهرباء. يعني بقالك 3 أيام معزلة، ارتحتي بقى؟ أصل عبد العال ما كانش مرتاح للسكنة معاهم، وأنا يا أختي تبع راجل وكلامه يمشي عليا. احي على مياصتك يا ولية، اختشي في ناس في القهوة. طب نقوم أني بقى. لسه بدري، بس رايحة فين؟ رايحة الولاية أم رجب نستلف منها برقع عشان ما حدش يعرفني، وبعد كده هنروح الخمارة نرجع الإزازة الفاضية. ليه؟ هو عبد العال محرج عليكي كيفك اليومين دول؟ لا يا أختي، محرج عليا نمشي لوحدي في شارع الكهرباء. فكرتيني، القعدة معاكي بتنسيني الدنيا يا بت. قال ايه؟ قلبوا الكهرباء في مصر. قلبوا الكهرباء؟ كهرباء تدي يا ولاد اللي هيقلبوها دي زي الرزية. قلبوها المظاهراتية. قال ايه؟ الناس عملوا مظاهرات وكسروا الدكاكين وقلبوا الكهرباء. إلهي يتوكسوا. وعرفتي ازاي؟ زبون كان في مصر ورجع امبارح، لم القهوة كلها حواليه بالحدوتة دي، بس قال حاجة يا بت كده مخولتني. حاجة ايه؟ دي ثورة. نفي الزعماء حرك الناس، لكن تكسير المحلات وقلب الترمواي دي سابقة خطيرة. علشان كده صدرت الأوامر بحظر التجول في عموم مصر كلها. هو من الساعة كام هيبدأ الحظر يا فندم؟ من 8 ل 8. يا فندم هي الناس ناقصة حد يحك لها على مناخيرها، مش كفاية عليهم وقف الحال اللي هم فيه. يا إبراهيم أفندي، حي اللبان اللي احنا فيه لمم الوغش بتوع اسكندرية كلهم. انت عارف ده كويس ومش محتاج اقوله لك كل شوية. لازم تسيبك من العواطف دي وتفتح عينيك وتنفذ الأوامر من غير ما تفكر. ده شغلنا. يلا كل واحد يروح على بيته. يلا كل واحد يروح على بيته. يلا اللي مش هيزك هسحبه على الكراكون. يلا في حصر تجول. يلا في حصر تجول. كلام الحكومة لازم يتسمع. يلا يا جدع انت وهو. شفت الولية رز قللت الأصل؟ ألواني اللي لميتها من الشارع. عملت ايه الولية رزة دي؟ اوعى تكون خسرت حاجة. أسخن، فكرتني خامة، قالت في عقل بالها احنا نهز راية تطلع فلوس نعمله فيها فصل واللي يجي منه أحسن منه. أولية حرام عليكي، الرزة دي مرة فنجرية. فنجرية بق يا اخوي. طب اقولك ايه، انا خدتها الترسينة وفتشتها ولقيت على قلبها سرة فلوس، فتحت السرة لقيت فيها جوز المباريب. عارف بتوع مين؟ وقعوا من الحرمة اللي كانت جاية. اللي كانت جايت مع الواد جبران بتاع الحشيش. أنا من غاصة قال وبنت أنا عايزة مصروف. خلاص بقى يا راية، انت مش كرشيها وخلاص. قومي بقى هاتي الجوز المباريم عشان نرجعهم لصاحبتها.
ما تقومي يا وليه، وقومي حتى هاتلنا الاكل. وايه اللي هيخلينا نموت من الجوع؟ ما اللي بناخده من شغل يكفينا. ده انت يا حبيبي شغلتك دي على كف عفريت. خد. هنعمله ايه بقى ساعتها؟ نمد ايدينا ونشحته؟ ما هو في الحال ماشي على دماغ الناس كلها، هيفوتنا احنا ليه؟ اهو بقى اللي يجرح الناس يجرح علينا. واحنا مالنا ومال الناس يا عبده؟ انا غرضي نعمله حاجه تنفعني وتنفعك، بس بعيده عن ريا وصابع البرومبا بتاعها ده. عشان خاطر اسكن عايزين نبعد عن الشغل ده اللي الرجاله رجلها ما بتنقطعش عنه. مش عايزين نتعرفوا في الكراكون ونبقوا زباينه. ما هو اللي في فكري بعيد عن اللي في فكرك ده. طيب عال، قولي لي بقى ناوي على ايه؟ هنفتحوا قهوه. واني موافق، ومعايا حسبه هندوها لك. بس اكفي على الخبر مجور، واوعى تجيب سيره قدام رايا ولا جوزها، احسن بعدين يا اخويا يقول لي نشاركوكي وانا عاوزه نشتغل لوحدي يا عبده. ولقيتي دكانه فين؟ نواحينا. عارفه الكراكون بتاع اللبان؟ ايوه، ما انتي ساكنه في ظهر. هي بقى الدكانه اللي في ريحه، هي صغيره بس توفي بالغرض. اصلا ناوي اشتغل على الزباين اللي في الكراكون، الظباط والعسكر والقنبشيه. حلوه قوي ده يا بنتي يا سكينه. ايوه بس دي عايزه مصاريف. مصاريف كام يعني؟ ماني لازم نعمل النصبه ونجيب الكوبايات والفناجين والشاي والقهوه واللازم منه. ولا يهمك يا بت، كل ده يتدبر. يتدبر ازاي بس؟ أنا كمان لازمني كام كرسي وترابيزتين. يا اختي، ما انتي بتقولي ان شغلك هيبقى في القسم، وبعدين كده بقى ما تحمليش هم. اني هنديكي الكام كرسي والترابيزتين واي حاجه تعوزيها من كفه شيء. يا بت، اني رقبتي سداده من العندي قبل العندي. تاني بنستنشقه على اليوم اللي تبعدي فيه عن المشي البطال. روح اوان النوم مد العسل على انت الربيع هيفوت والعدل بعده يعود. روح اوان النوم مد العسل على انت الربيع هيفوت والعدل بعده يعود. مين اللي قال ده مين يا اسمة الظالمين؟ مين اللي قال ده مين يا اسمة الظالمين؟ والسعي بالنبوت والرزق للموعود. الشاي سعادة البيه. حطيه عندك هنا. حاضر. ايه؟ عاوزة حاجة؟ عدم المؤاخذة يا بيه، ولو فيها يعني قصر أدب. قول يا سكينة، عاوزة ايه؟ هما امتى يعني يا بيه الحكومة هيفرجوا عن الخلق ويرجعوا يمشوا في الشوارع براحتهم؟ الأحكام العرفية خلاص هيرفعوها. ده حتى الزعماء هيسافروا بره يطالبوا بحقوق المصريين. يا ريت يا بيه، ده احنا لينا حقوق كتيرة قوي في بلدنا دي مش عارفين ناخدوها. رياض يا محمود، انت كل يوم والتاني هتنط لي يا ولا؟ امك اشمعنى؟ جت من البلد. جت امتى؟ النهارده الصبح قبل ما ننزل الشغل. اوعى تكون يا ولا جبت لها سيره. سيره ايه؟ انني يعني نعرف واحده. انا قلت لها انك انت مش عايز تتجوز بس. هل بتبحلالي كده ليه يا جدع؟ طيب روح انت دلوقتي شوف حالك، وانا باذن ربنا كده لما نخلص الشغل هنفوت عليكم. ماشي؟ ومالك شايل عبد القادر كده؟ تخاف من امك؟ لا هي هتاكلك. اصل امي جايه من اخر الدنيا وسايبه بلدها وجايه تطمن على احوالي. يظهر الولد محمود اخويا قال لها حاجه عني. هيقول لها ايه يعني؟ هيقول لها اتجوزه، ودي فيها ايه بقى يزعل؟ جايز ما جابلهاش سيره الجواز ده. انت مش قلت له؟ يعني ما قلتلوش يعني بالمفتشر كده، لكن هو فهم او يمكن ما فهمش. ومخبي ليه بقى؟ ده اخوك.
يعني الناس كلها عارفه واخوك لا؟ يعني ما جاش في بالي ان امها هتيجي بالسرعه دي. اسره اني هنقول لهم الحدوته تنتوفه تنتوفه. طب انت رايح لاجل تشوف امك، بتاخد هدومك ليه يا عبد؟ وهاني لازم نقعد معاه عند اخويا الكام يوم اللي هي قاعداه. انت ليه مش عايز تقول انك متجوز ولك بيت؟ ولا بتستعر تقول له؟ ايه؟ خايف نعرك يا عبد العال؟ تعريني يا سكينه بقى، ده اسمه كلام؟ ده اسمه كلام؟ انت تروح تجيب امك تقعد هنا في البيت، انت ابنها الكبير. وشوف بقى يا عبدو ازاي هنشيلها فوق راسي. اني هناخدها كل يوم نفسحوها ونروقوها ونزوروها لمرسي ابو العباس. مش وقته. يعني ايه مش وقته؟ شوف بقى يا عبد العال، اني لا ممكن نقبل انك تسيب بيتك وتروح تقعد عند اخوك. انت عايز الناس يقولوا ايه؟ سكينه بنت همام مش عايزه حماتها تخش بيتها؟ ولا محمد عبد العال بيستعر من مراته؟ بس عليك يا سكينه، انا استعر منك يا مهلبيه انت، ده انت على راسي من فوق. انا بس يا سكينه ليها غرض تاني. غرض ايه؟ يعني وانا قاعد معاها هناك هاخدها كده واحده واحده ونقول لها حكايه جوازنا. اني الفار بيلعب في عبي ومش مستريحه للكلام ده يا عبد العال. صبرك عليا بس يومين اتنين، وانا حاجه اقول لك تعالي نروح عند امي، وباذن ربنا هخليها تبارك لك وتبوسك كمان. اما نشوف اخرتها يا عبد العال. وياك امك بقى تسافر من غير ما تعرف ان احنا متجوزين وتطلب تشوفني. لمحت زليخة القمر مش مطرحه في علاه، دبت على صدرها وهي بتقول يا. لمحت زليخة القمر مش مطرحه في علاه، دبت على صدرها وهي بتقول يا. السماء يا مسلمين الله ينزل على أرضنا قالوا الصبايا هو القمر في السماء يا مسلمين الله ينزل على أرضنا قالوا الصبايا يوسف ويا محلاه فاق القمر في نهار سبحانه صوروا سبحانه من صوروا سبحانه من أنجاه. دستور، ازيك يا أم؟ الحمد لله على السلامة. وحشتيني يا أم. الحمد لله على السلامة. ازيك يا محمد؟ بقالي كتير ما شفتكش ولا بعتليش ولا مرسال. سامحيني يا أم، أنا أصلي كنت مسافر. وجيت امتى؟ من 3 جمعة. ازيك يا رضا؟ ان شاء الله تسلم يا سي محمد. بتشيل هدومك فين؟ ومين اللي بياكلك ومين اللي بيغسل لك؟ ما دام انت مش قاعد ويا اخوك ولا مراته بتغسل لك هدومك. أنا بشيل هدومي يا أم عند واحدة معرفة. معرفة؟ مين دي؟ أعرفها أنا؟ لا يا أم. تعرفها يا محمود؟ ولا انا يما. خش انت اعملي الشاي يا رضا. الله، هو انت مش هتتعشى الاول؟ اسمعي الكلام يا حرمه واعملي اللي بنقول لك عليه بدل ما نلوشك. خدني في ريحك يا محمد. تعال. لما أنا ما نعرفهاش ولا أخوك يعرف، تطلع مين الولية دي؟ دي واحدة يعني أنا بنحبها يا أم. بتحبها إزاي يعني؟ واخدة بالها مني وبتخدمني وبتطبخ لي لقمتي وتغسل لي هدمتي وبتقف ريحي وأنا تعبان. ست كويسة أوي ياما. أنا نفسي تشوفيها، نفسي نوريها لك ياما، بس بذمة النبي تتكلمي معاها كويس. قال الست دي يعني مغرقاني بجمايلها من ساس الراس. محمد، أنا مش فاهمة ولا كلمة باللي أنت بتقوله ده. أنت بينك وبين الست دي إيه؟ ما أنا قلت لك ياما أنا بنحبها، ولما تشوفيها ياما هتعجبك قوي.
انت شفتها يا محمود؟ ماني قلت لي كم انا ما نعرفهاش. واحد شاي سكينه. من عينيا. صباحك فل يا شاويش اولنا. خلي شاي شاويش عليها وقت واحد شاي. حاضر. يا ترى ايه اللي اخرك يا عبد العال؟ ده قايل لي انه جاي اول ما يخلص شغل. يعني ليه الفرع عمال بيتنطط في عبي؟ اكيد عبد العال عامل نصيبه عشان ياخد هدومه ويمشي ويعدي عليه اليوم من غير لا احم ولا دستور. طيب وما امسي دي عماد لك وموريك يا عبد العال. وبعدها لك يا سكين، انت هتموتي نفسك كده. لا، عاوزة نسكر سكرة جامدة عشان ما نشوفش قدامي ونبطل نفكر في عبد العال. يا دي عبد العال، ما قلتلك تلاقي امه مسكت فيه قعد معاها يومين. أنا زعلت في نفسي وسكت أهو. هو أني خمة ياخد هدومه عيني عينك كده ويمشي رايح على أمه؟ ما هاني المحقوقة إني سبته يمشي، بس قال لي أمه هو مستعر مني، مرضيش يقول لها إني متجوزاه. أيوه هو مستعر مني. يا بنت لو كان مستعر منك ما كانش كتب عليكي. هو انت يعني كنتي غصبتيه؟ أبدا، وأني حالفة ما نتجوزش أي راجل غصبانية. طب قوليلي، هو لما قالك إنه هيجيب أمه لحدك كان بيتكلم بصفة هزار؟ لا جد. خلاص اصبري شوية، هتلاقيه هو وأمه طابين عليكي. فكرك كده بس عوق قوي. يا اختي قطع الحب وسنين. يا بنت اجمدي شوية. امال حب ايه ده اللي يودي الواحدة في توكر؟ ده اللي علشان كنت هنودي ريا وجوزها في ده، ورحت الكراكون وبلغت عنهم. أني لو ما كنتش عارفاكي وحافظاكي كنت قلت الولية اتجننت. قومي نامي يا ولية، قومي نامي، انت ابتديتي تخرفي. أني بنحبه يا مريم، بنحب عبد العال قوي. ده لو ما رجعش هنموت روحي. مين؟ مين اللي بيخبط؟ مين اللي بيخبط؟ انت مين اللي بتخبط؟ عبد العال حبيبي، انت ما جيتش ليه؟ ما جيتش فين؟ ما جيتش هنا. هنا فين يا سكين؟ ما انا هنا يا بنت، امال انا هناك. أنا قصدي يعني إنك رحت وقلت عدولي. أنت عليك يا عبدو. بعدين نبقى نتعدى ونحقي نفسي ليكي. أنا عايزك دلوقتي تغيري هدومك وتيجي معايا نروح لأمي. طب بات معايا الليلة دي والصبح نبقى نروح لها. ده أنت وحشني قوي. ليه لطين؟ اهدي. يا نهار أزرق، أنت رجعت تذكرة تاني؟
ايوه نسكر ونتنيل على عيني ونعمل في روحي اي حاجه ما دام انت فايتني. والكلام اللي بنقوله لك ده بصفه جد. لو رحت يا عبد العال وفتني انا هنموت روحي. بطلي جنانك ده يا سكينه وافتحي لي نافوخك واسمعيني كويس. فوقي من الهباب اللي انت شارباه ده. عايزين نرسم الرسمه الصح. رسمه ايه؟ امي ما سالتنيش عن جوازي منك، وانت تاني قلت لها انك شاركتي في القهوه. شاركتك في كل حاجه يا عبد. انا مراتك. انت بتستعر مني؟ يا بنت افهمي. أنا قلت في عقل بالي إنك لما تروحي يعني تقعدي مع عمي وتاخدي وتدي معاه في الكلام هترتاح لك وهتحبك. ساعتها هنقول لها. افرض بقى الولية ما حبتنيش. يا بنت ما أنا متكل عليك يا بنت، تكلفتيها وتصريها وتحطيها في عبك. وليه ده كله؟ غرضك منه إيه؟ افهميني، أمي دي ست شديدة، بس أنا لو قلت لها إني اتجوزت من ورا ظهرها هتطب ساكتة، وأنا عايز نريحك ونريحوها. طب اما نقوم نغطس راسي في الزرع عشان نفوق لها. كملي وقال لك المأمور تاني. قال لي يا حسب الله بلاش الشغل ده وامنع رايه لحسن نحبسوكوا. وبعدين احنا هندور نستلفه ونشحته من تاني؟ احنا ملناش كار غير هو الكار ده. يا ما انا عايز اعرف ايه اللي وصل الروايه الحكايه دي، ايه اللي خلاهم يضربوا بعض لغايه ما يجيبوا لنا البوليس. الولية نازلة فاتت عليا وانت في الخمار، عدت عليا جلابيتين اللي كانت بتفصلهم المحافظ. قامت نزلت بقى في المطارح التحتانيه. لا، كانت في الفسح. قام المنيل على عينه منصور العرباجي شافها وهو خارج من محل الأدب، اتجنن عليه بيشدها من ايدها، زعلت على دخلة الولا عوف. شاف الحدوته كلها، داخل قلوحة امه بيخلص، راحت شتمره وخرقموا الاتنين قايمين عليه. يعني هما بقى يتخانقوا مع بعض ولاد الكلب ويجيبوا لنا البوليس. ما تقومي يا بنت تفزي، قومي نامي في مطرحك. ده الحكة. البوليس ما كانش جاي ولا حاجة، لما الولا عوف اتفتح نافوخ. لازم نشوفوا لنا مطرح تاني. هي سيرة مطارح هنتنقلوا من مطرح لمطرح؟ احنا عايزين نشوفوا لنا صرفة في الحكاية دي كلها. بس عايزين نفكروا في حل مؤقت حتى للمصيبة اللي احنا فيها دي، وبعد كده نقعد نمخمخ بقى ازاي نبعد عن عينين البوليس. يا غلبك يا رايق. مساء الخير يا رضا. ازيك يا سي محمد؟ خش يا سكينة. مساء الخير. يسعد مساكي يا عيني. رضا مرات اخويا. اهلا يا ست رضا، ازيك يا اختي؟ اهلا يا اختي، اتفضلي، ده انا محضره العشاء، اتفضلي. خش يا سكينة، خش خش يا رضا. اقعدي اقعدي. أمي فين يا بيه؟ مش هنخرج لهم ياما؟ اقعد، متبقاش خفيف. اهي مرزوعه بره. مساء الخير ياما. سكينة بره ياما، هتقابليها؟ يا اسمها سكينة؟ ايوه. انت مش بتاكل ليه ياما؟ مالك؟ مش عارفة ايه اللي سادد نفسي الليلة دي. ايه؟ طبيخي مش عاجبك يا حماتي ولا ايه؟ طبيخك حلو يا رضا، بس انا اللي مش عارفة مالي. كل يا كل كل يا سكينة، ما بتاكليش ليه؟ كل ده طبيخ لنا ما يعلاش عليه. ماني بناكل اهو.
مطرح ما يسري يمري يا اختي، بالهنا والشفا يا ست سكينه. تسلمي يا اختي، طبيخك زي الفل، تسلم ايديكي. وانتوا بقالكوا ياما متشاركين في القهوه؟ ايوه ياما. من قد ايه كده يعني؟ ده من قبل ما اسافر السلطه بشويه. والدلعه دي سكينه متجوزه ولا عزبه؟ لا عزبه ياما. متجوزه قبل كده يعني. وانت منين بلد؟ شكلك مش اسكندرانيه. أني من بني سويف. بني سويف؟ وايه اللي حدفك النواحي دي؟ أكل العيش. محمد قاعد وياكي؟ هو واخد المنظرة اللي في ريحي. ما تبقي تيجي تشقي علينا، وهو تقعدي لك كام يوم مع ابنك الكبير، ونخدموكي بعينينا، ونشوفوا كل طلباتك، ونكرموكي على الآخر. ربنا يسهل. طب بالإذن بقى أما نقوم نغسل إيديا. قوم يا رضا صب لها شويه ميه. حاضر. هي دي اللي عايز تتجوزها؟ دي ولية لئيمة ما بتختشيش بعين وجباير. هي النسوان خلصت، ما لقيتش الا دي. بنحبها ياما، بنحبها وما نقدرش نزعلها. عشان خاطري ياما ما تزعلهاش. احب على رجلك، احب على رجلك. اوعى، انا هاخد الكلام ده بصفة هزار، لأنه لو جد هستعوض فيك ربنا يا محمد. ولاد عبد العال ما فهمش حد خيخة ولا خايب. ياما يجعلوا عامر يا اختي. أني هنمشي بقى عشان بنصحوا الصبح لاجل الشغل. اتمسوا بالخير. انستينا يا ست سكينه. يأنسك يا اخويا. يسعد مساكي يا حبيبتي. خد يا سكينه قرش تعريف اهو، اركبي الكهرباء وروحي طوالي. نعم يا اخويا. ليه؟ لو انت مش رايح معايا؟ لا أنا هقعد مع أمي شوية، لازم نرسلي معاها على بر. انت ليه يا عبد العال فاكرني خامة؟ قول بقى ان هي اللي مش عايزاك تروح معايا من اصله. ما هي ما بقالهاش يومين، ما يجوزش نسيبها. ايه؟ ما انت قاعد يومين طوال عراض في حضنها، ما شبعتش منك؟ طب بات في حضني، واما يصبح الصبح ابقى اروح لها، واني كده نبقى نتنازل عن حقي. ما ينفعش يا سكين. يعني نقول لها ايه؟ بننام في حضن شريكتي؟ أنا ماليش دعوة تقول لها إيه وما تقول لهاش إيه. خش هات هدومك يا عبد العال. ما هو هاني مش هنرجع لوحدي. خش هات هدومك، ولا هنفضلوا واقفين هنا لما يصبح الصبح. انت كمان يا سكينة، انت كنتي اغسل الشيطان وروحي. لا مش هنغزي الشيطان يا عبد العال، أنا وليا مجنونة. خش هات هدومك. قال لو سيدي عماد هنخش نجيب هاني. خش يا عبد العال. بزيادك يا سكينة، انت ناوية تجرسيني هنا ولا ايه؟ قول كده، بتستعر مني. بس أنا بقى مش هنتنقل من هنا لو رجلي على رجلك، وعقلك في راسك تعرف خلاصك. ما تضايقيش خلقي يا سكينة، اللي انا خلقي داء. ايه الزهايد ده يا محمد؟ الليل اتمسى والناس بتنام. ما فيش حاجة يا أما، خش انت خش. اخش ازاي وصوتكم سمع للجو؟ في ايه يا سكينة؟ ليه وليه انني بنقول له خش هات هدومك وروح معايا، ما خلصتش منه. يروح معاك فين يا ولية انت؟ انت ايه ما بتخشيش؟ الله، عيني عينك كده. أني مش هنرد عليك يا محمود. الدلعات يا سي محمود. ايه يا جماعه في ايه؟ في ايه يا ام؟ أني عاوزاك في كلمة. مفيش كلام سر، اتكلمي قدامي هنا. ولا فاكره اللي هتقوله له مش هيقوله لي؟ ايوه كلام امي مظبوط، انا ما بنخبيش عليها حاجه. يلا يا سكينة روحي. اوعى ايدك. طالما مفيش حاجة سر يبقى أني هنقول لكم على اللي في ضميري. انت هتقلي بيها محدتها وتقولي تعالى روحي. سيبها يا محمد. قولي يا اختي على اللي في ضميرك. عبد العال ده يبقى جوزي، وأني نبقى مراته. ده كان اتفاقنا يا سكينة، بتبوظي كل الرسم اللي بنرسمه بقالي يومين. اهو بعملتك المهببة دي ام هتزركن وهتركب راسها. له تحكيم رأي وخلاص، وأنت مالكش كلمة وياها؟ انت هتروحي دلوقتي وانا هنرجع لها عشان نعدل المايل ده ونهدهم. بكره الصبح هنعدي عليكي عشان نروح نصلحوها. أنا مش عاوزة نشوف أمك دي تاني ولا نستعبرها. يعني غرض نلم الموضوع يا سكينة، ما نفرشحوش. أنا بعمل كل ده يا سكينة عشان بنحبك.
انت لو بتحبني صحيح هتروح معايا وتبقى تروح لامك تشق عليها. انت كده بتحربي يا سكينه، وانت عارفه كويس انني ما بنحبش كده. ارسلك على بر يا عبد العال، يا هتروح معايا دلوقتي يا تطلقني. يا نهار ازرق، اطلقك يا سكينه؟ لا مش هطلقك. يبقى تروح معايا. ولا دي كمان، انا مش هنروح معاكي، انت اللي هتروحي لوحدك وتقعدي كده توزني الكلام اللي طالع من حنكك اللي عامل زي الدبش ده. ما كنتش نعرف ان امك هي اللي ممشياك وانك مش قادر تبعد عن حضنها ولا يا عيني تبات بره. طلعت خيخه يا عبد العال. خلاص يا بنت الكلب، انت بتضربني يا عبد العال. ونقتلك وندفنك لو حكم الامر. انتوا مش رجعتوا مع بعض وكان بايت في حضنك امبارح؟ ايوه، وصبحت يا اختي حضرت له الفطار وعملت له الشاي، وبعد ما فطر واتمزج قال لي مش هنبات الليله دي وهنروح نبات مع عمي. الدم غلي في نافوخي، رحت رقع بالوابور. وهو والع؟ لا كنت لسه طفياه بس لسع، راح رامي عليا يمين الطلاق. لسه ليكي عمر. بركه انها جت على الطلاق ده، واحد غيره كان خنقك ودفنك تحت رجليه. بنحبه يا ريا، بنحبه. حب ايه ونيلة ايه؟ ما تخلينا في النصايب اللي احنا فيه. هو في مصيبه اكتر من اللي بيحصل لي ده؟ ايوه، في اننا خلاص هنموتوا من الجوع. قول انت وعبد العال بتاعك عندكوا القهوه، انما اني وحسب الله والبت بديعه مش هنلاقوا ناكله. مفيش بقى غير اننا نتشاركوا معاكي في القهوه. يا اختي انتوا فاكرين القهوه دي ايه؟ دي يا دوب بتجيب مصاريفها. سيبوني بقى في حالي، كفايه اللي انا فيه. اخصى عليكي، تشوفينا في دقيقه كده وتسلتي ايدك. وانتوا من امتى يا اختي كنتوا وقفتوا جنبي؟ خلاص يا اختي بقينا في الهم سوا، ما بقاش حيلتي اللضا. ولا تحملي هم حاجه يا أم. كلامك يمشي على راسي من فوق. دي 13 ما تزعليش في نفسك. وانا غرضي ايه غير ان انا اشوفك متهني ببيت عدلك على واحده متربيه بنت حلال. لكن ولية سكينه دي شرانيه بنت حرام بتاعت سكك. اللي مش قادره افهمه، انت اتلميت على الحرمه دي فين؟ خلاص يا أما خلاص، ما هيش قصه ابو زيد هنعيده ونزيده فيها. خلاص مش هجيب سيرتها تاني، قطعت واتدرت في الهوا. انا دلوقتي مطمنه عليك وقلبي راضي عنك يا محمد يا ابن عبد العال.